هارون الرشيد نسبه ليلا نهارا لأنه غرق في حب الدنيا، لكن تعلمون أي دنيا غرق فيها هارون الرشيد؟ أي قصور مرتفعة عاش فيها هارون الرشيد؟ أي بدخ وترف كان يحصل عليه هارون الرشيد؟ أي زعامة وخلافة وسلطان امتد مع أرجاء الدنيا حصل عليه هارون الرشيد؟ هذه دنيا هارون الرشيد. نحن نقول بأننا أفضل من هارون الرشيد، أورع من هارون الرشيد، أتقى من هارون الرشيد. عجبا، احنا عرضت علينا دنيا هارون الرشيد فرفضناها حتى نكون أورع من هارون الرشيد. يا أولادي، يا إخواني، يا أعزائي، يا أبناء علي، هل عرضت علينا دنيا هارون الرشيد؟ لا، عرض علينا دنيا هزيلة محدودة ضئيلة، دنيا ما أسرع ما تتفتت، ما أسرع ما تزول، دنيا لا يستطيع الإنسان أن يتمدد فيها كما كان يتمدد هارون الرشيد. هارون الرشيد يلتفت إلى السحاب يقول لا أينما تمطرين يأتيني خراجك. في سبيل هذه الدنيا سجن موسى بن جعفر. هل جربنا أن هذه الدنيا تأتي بيدنا ثم لا نسجن موسى بن جعفر؟ جربنا أنفسنا، سألنا أنفسنا، طرحنا هذا السؤال على أنفسنا. كل واحد منا يطرح هذا السؤال على نفسه بينه وبين الله، أن هذه الدنيا دنيا هارون الرشيد كلفته أن يسجن موسى بن جعفر. هل وضعت هذه الدنيا أمامنا لكي نفكر في أننا أتقى من هارون الرشيد؟ ما هي دنيانا؟ هي مسخ من الدنيا.